الاهلي بمن حضر. هتقول لي وايه لازمه العباره دي؟ هقول لك لا، حاسب هنا يا عم النجم، لان هي دي اصلا اكتر حاجه احنا عارفينها في كيان النادي الاهلي العظيم. ان احنا في ظل اي ظروف او في ظل اي تذبذب في المستوى نرجع دايما بنقول ان انت لو ما عندكش لعيبه تقدر تلعب بالموظفين اللي عندك، تقدر تجيب 11 واحد من الجمهور يلعبوا. طبعا انا ببالغ في الموضوع، بس انا عايز ارجعك لاول كلمة او اول جملة قلتها: الاهلي بمن حضر. وهو ده شعار ماتش بكرة اللي هو مع بيراميدز، مش مع ريال مدريد. هتقول لي برضك ما تستهونش في فرقة بيراميدز، ان هي فرقة عندها يعتبر اقوى لعيبة في الدوري، عندها لعيبة جامدة جدا جدا، وهي المركز الاول في الدوري. هقول لك لا، حاسب يا عم، انت النادي الاهلي. ولما تيجي تتكلم عن النادي الاهلي تعظيم سلام، تعظيم سلام ليه بقى؟ عشان النادي الاهلي ده كيان كبير ومؤسسة عظيمة، مع احترامي للكيانات اللي لسه طالعة من يومين. هتقول لي احنا برضك لازم نعمل حساب لبيراميدز. اقول لك انت هتعمل له حساب كفريق عادي بيلعبك 11 قصاد 11، لكن اللي انت تخاف منه لا، تبقى انت كده مش اهلاوي ولا لعيب تستحق ترتدي تيشيرت النادي الاهلي. هتقول لي احنا كان مستوانا زي الزفت في فاركو وقبليها كنا خسرانين من اورلاندو بايرتس. هقول لك لا يا عمي، كل وقت وليه اذان وكل ماتش وليه ظروفه. وماتش بكره ده هو ده اللي هيرجع الثقة من جديد بين كولر ولاعيبة الأهلي وبين الأهلي وجمهوره. فده ماتش مهم جدا جدا جدا. وما تنساش إن بيراميدز ده في عز ما كان هو فايق عنك بأكتر من حاجة وعشرين نقطة في الدوري اللي فات، أنت خدته رايح جاي زي صباح الخير. هتقولي كان مستوانا حلو وكان مستوانا ثابت. هقول لك لأ، أنت روح التيشيرت اللي هتلعب بيه وباسمه وروح والعزيمه بتاعت لعيبه النادي الاهلي وخبرات لعيبه النادي الاهلي هي اللي تحكم في الماتش ده. وانت وراك جمهور بالملايين، مع احترام الجمهور الوجبه بتاع بيراميدز اللي احنا ما نعرفش هو جمهور بينتمي لايه. وطبعا احنا عارفين ان في جمهور، خصوصا جمهور نادي الزمالك، اللي هو قد يكون بيستعد لتشجيع بيراميدز اكتر ما هو بيستعد لتشجيع الزمالك، ومحضرين المشاريب السخنه، واللي قاعدين من دلوقتي نفسهم ان الاهلي يخسر. وانا بقول لهم بكره ان شاء الله لما نكسب بيراميدز ونكيفكم من الماتش تمام، هنقول لكم معلش سهرناكم معانا كالعاده.